أهلا وسهلا. نتصور برشا منكم عمرهم ما سمعوا بالإنسان الزهري، ولا سمعوا بالكلمة وما يعرفوش معناها. حسب المتداول هو شخص يملك قدرات مدهشة عجيبة غريبة، وعنده زادة علامات تميزه على غيره من البشر. يقولوا إنه البيبان الكل تتحل في وجهه، لأنه الإنسان الزهري معنى الكلمة يعني الإنسان المحظوظ، واللي فما منه واحد برك على كل مليون شخص في العالم. علميا المسألة منطقية، إنه فما عباد يتميزوا على غيرهم بحاجات معينة، لكن علاش هذم بالذات؟ وعلاش يطمعوا فيهم السحارة والمشعوذين ومستخرجي الكنوز؟ شنية العلامات اللي في عينيهم وكفوف ايديهم خليتهم مميزين على غيرهم؟ وهل انه اللي يتقال عليهم الكل صحيح، ولا لازم نميزوا الصحيح من الغلط؟ تبع معايا الفيديو هذا باش تفهم بالكدا، وحكايتنا ما توفاش هنا. الإنسان الزهري هو شخص كيف يفيقوا به يتعاملوا معاه على إنه حاجة نادرة وغالية برشا. هو في العموم طفل ولا طفلة عمره ما يفوتش 10 سنين، ولكن بعض التأويلات تقول إنه ما فماش حد للعمر. يتم اعتباره من السلالة المباركة لأنه يعتبر حلقة وصل بين عالم الإنس وعالم الجان. هذاك علاش يكثر عليه الطلب لأغراض أغلبها خبيثة. مثلا في عالم البحث عن الكنوز، الدجالين والسحرة يهزوا معاهم شخص زهري باش يقدموه قربان للجان، يعملوا له جرح كبير ويخليوه ينزف، والبلاصة اللي تيح فيها هي بلاصة الكهف. لكن الشخص الزهري فيه برشا انواع. اولا فما اللي عنده طاقة نورانية تأثر في الجان والشياطين والعالم الآخر، وفما زهري العقل اللي عنده قدرات عقلية خارقة، وهذم يتسموا النوابغ. وفما زادة زهري اللسان اللي عنده قدرة مميزة على الكلام والخطابة والتأثير في الناس. وفما زادة زهري اليد اللي بحاسة اللمس قادر على معالجة الإصابات والأمراض، أو ما يعرف باللمسة الشفائية. وفما اللي طاقته متمركزة في الروح والقلب، وهذا اللي قادر إنه يتنقل بنفسه للعالم الآخر، يرى ممالكهم، يعرف مخططاتهم، وهذا ما يسمى بالكشاف. واللي أقل درجة هو زهري العين اللي ينجم يرى بعينه عالم الجان، وينجم زادة يعالج بعض الأمراض بالعين فقط. يلا نجيو لهنا للعلامات المميزة للشخص الزهري. أبشع العلامات إنه يكون لسانه مفلوق في النص، يعني محلول على زوز بالطول. من العلامات الأخرى إنه يكون عنده خط بالعرض على طول يده، وتفرق بين اليد اليمين واليد اليسار. لون الدم متاعه يكون أفتح من لون الدم البشري العادي. ومن بين العلامات زادة إنه عينيه تلمع من غير دموع، حواجبه مضرونين في الوسط، عنده شعر راكب في اليسار، وإلا عنده خطوط بالعرض ولا بالطول في ظهره من تاني. العلامات اللي ذكرناهم الكل هما استدلال ظاهري للشخص الزهري، غير العلامات الخفية اللي ما همش ظاهرين وباينين للناس الكل. للأسف في بعض الدول ظهرت مافيا الإنسان الزهري، يلوجوا عليه بالذمة، يخطفوه ويستعملوه في جلسات الاتصال بالعالم الآخر. وللأسف أغلب المخطوفين هذم هما أطفال. آخر الأحداث هذه كان في تونس في المهدية جانفي 2023. لو جو على جوجل تلقاو هالقصة. هذا بخلاف القصص المتنوعة في المغرب والسودان وإفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية. قصة الإنسان الزهري اللي حكيناها اليوم هي حسب المتداول بين الناس من أول الزمان، حسب الأساطير وحسب اللي يتحكى ويتداولوه العباد من جيل لجيل. لكن دينيا ما فما حتى وجود للمصطلح هذا. انتوما ان شاء الله فهمتوني بالكدا،
وكالعادة حكاياتنا ما توفاش هنا.